نورة عمر، إدارية دار المرأة في الحسكة. نلاحظ في هذه الشهر خاصة تشرين الثاني به ذكرى اليوم العالمي في 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ونحن كدار المرأة نشاطاتنا وفعالياتنا ومحاضراتنا وندواتنا بشكل عام هي مناهضة العنف، لأن العنف موجود في كل أسرة تعاني منها الزوجة أو الابنة، وحتى الشاب في المنزل يعاني من العنف. ونحن نركز اليوم على مناهضة العنف ضد المرأة، خصوصا لأن المرأة تعاني من العنف الأسري بشكل عام وفي مناطقنا بشكل خاص. فمناطقنا هناك حرب خاصة ضدنا، وهي الهجمات الاحتلال التركي على مناطق روج آفا وبشكل عام المرأة. لما لاحظ بقوة المرأة وإرادة المرأة ومشاركات المرأة وفعالياتها، فقد استهدف المرأة بشكل خاص، وهناك عنف يمارس عليها، سواء كان العنف الأسري في المنزل أو العنف في المجتمع كعنف جسدي أو لفظي أو اجتماعي أو اقتصادي. فهناك الكثير من النساء يعانين من العنف الجسدي في المنزل، وأسبابها كثيرة. في دار المرأة نحن نتعدد زوجات، زواج القاصر وهي سن الفتاة تحت سن 18، فتعاني من مشاكل كثيرة ولها آثار سلبية كثيرة. هو نوع من أنواع العنف على المرأة، ونحن في دار المرأة نحاول مناهضة العنف ومكافحته بكافة أشكاله. فتعدد الزوجات هو عنف، وزواج قاصر هو عنف على المرأة، فنقوم بالتدريب والتوعية وتقوية المرأة وتشجيعها على عدم تحمل الظلم والمطالبة بحقوقها والمحافظة هذه الحقوق. ولها حقوق كثيرة عندنا في الدار: حق الحضانة، حق النفقة الشهرية، حق مسكن لأطفالها، وحق المطالبة بالمساواة بين الرجل. فالحياة هي حلم كل مرأة أن تعيش حياة ندية تشاركية مع زوجها. ونتمنى من الذهنية الذكورية أخذ بالاعتبار أن المرأة هي إنسانة وبحاجة إلى اهتمام وحنان وكرامة، وتحتاج إلى اهتمام. فالحياة الندية هي مطلوبة من كل رجل وامرأة في المنزل، حياة ديمقراطية. فالطفل بحاجة إلى هذه العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة. بناء الحياة الديمقراطية يؤثر على الطفل إيجابا. فالطفل الموجود في الأسرة الديمقراطية يكون طفلا قادرا على مواجهة الحياة، مستقبلا يكون شابا ديمقراطيا مع الفتاة، والفتاة الديمقراطية في المنزل تكون أيضا ديمقراطية في الشاب مستقبلا. ونتمنى من كافة الأمهات والآباء ممارسة الحياة الديمقراطية والنضال من أجل الحياة الديمقراطية لإنشاء أسرة ديمقراطية. ونحن أيضا استمدنا القوة والشجاعة والمطالبة بالحقوق من قائدنا، قائد الحرية، قائد الديمقراطية. فقد كان هو الشمعة التي ينير دربنا، وهو يقول دائما: أنا أؤيد نضال المرأة من أجل الحرية. وهو يقول: ما لم تتحرر المرأة لن تتحرر المجتمع. ونحن هدفنا الأساسي هو حرية قائدنا جسديا، وأيضا حرية المرأة وحياة بناء حياة ديمقراطية تساعدها على الاستمرار في الحياة والمقاومة والنضال من أجل هذا بناء مجتمع ديمقراطي سليم.